اسمه لينوس تورفالدس. الشاب ده كان شغال على تنفيذ كيرنل بنفس الستاندردز بتاعه يونكس من باب الهوايه، لكن يبدو انه عرف يعملها بشكل مقبول وكانت شغاله كويس وسماها لينكس، جزء من اسمه وجزء من يونكس، وشارك بيها مع ستيلمان في مشروع جنو، وتم اطلاق نظام جنو سلاش لينكس كنظام مفتوح المصدر متاح للمشاركه من الجميع، واي حد يقدر ياخد السورس كود بتاعه ويعدله ويعمل فيه اللي هو عايزه. لينوس تورفالدوس بيقول ان هو عمل لينكس بناء على دراسه نظام اسمه ميمكس. ميمكس ده نظام احد دكاتره الجامعات عمله لما AT&T بدات توقف التراخيص اللي كانت بتطلعها للجامعات. مع تطور انظمه اداره السورس كود ومشاركه التعديلات، عالم الاوبن سورس بدا يبقى قوه كبيره جدا، اي حد من بيته يقدر يشارك في بناء اي سوفت وير. لينكس كان وما زال مفتوح للمشاركه من اي حد، انت نفسك ممكن تشارك فيه لو تعرف، ولو التعديلات بتاعتك اتقبلت. ولو جربت تشارك فعلا والتعديلات بتاعتك اترفضت، فعايزك تقول بصوت عالي طز. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.